السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل طاجن باميه تحفه. طعمه حلو جدا وهنعمله بكل سهوله باللحمه. فلازم ناكل ولادنا خضار، مش كل يوم هنعمل اكلات سهله كده ونسيب الخضار. لا، لازم ناكل ولادنا خضار عشان يستفيدوا منه. هنعمله بطريقه سهله جدا، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. احط حله على النار واحط فيها معلقه صغيره او نص معلقه سمنه، طبعا حسب كميه اللحمه اللي انت هتعمليها. واول ما تسيح والحله تسخن، لازم الحله تبقى سخنه هي والسمنه تبقى سخنه كويس قوي. هنزل عليها باللحمه بتاعتي. اللحمه طبعا انا مش بغسلها، طالما جايباها من حد مضمون ما بتتغسلش. لو انت شاكه ان هو مثلا مش مضمون، تديها شطفه واحده، ما تقعديش بقى تغسلي وتدعكي فيها، لا، شطفه واحده بس. وبعد كده نصفي منها الميه خالص، وهننزلها بقى في الحله بتاعتنا. زي ما قلت لكم الحله بتاعتي لازم تبقى سخنه جدا علشان اللحمه ما تنزلش الميه بتاعتنا وتاخد فتره كبيره في السوا. انا مقطعاها قطع صغيره ومقطعاها رفيع علشان طبعا انا مش سلقاها. انا هعملها في الباميه كده وهي نيه، بتدي الباميه طعم حلو جدا. عشان كده مقطعاها صغيره ورفيعه. احط كده اللحمه زي ما انتوا شايفين من غير ما اقلبها خالص. ما اقلبهاش خالص الا لما الاقيها غيرت لونها من تحت. اول ما لونها يتغير على طول هروح مقلبه فيها. واللحمه بتاعتك لو كانت حمرا خالص حطي فيها حته ليا، تديها طعم حلو. او لو ملبسه مش لازم تحطي لا ليا ولا دهنه ولا اي حاجه. اقلب بقى فيها وافضل اقلب بقى كده فيها لغايه ما لونها يتغير وتبتدي تخش في السوا. اول ما الاقيها بقى دخلت في السوا هروح نازله عليها بالبصل، واقلب بقى البصل مع اللحمه. وبعد كده احط لها نص معلقه توم مفروم. التوم المفروم مع الباميه بيبقى طعمه حلو جدا. اقعد اقلب اقلب لغايه ما البصل لونه يتغير، ياخد اللون الذهبي بس الفاتح، ما نخليش لونه غامق. افضل بقى اقلب فيه باستمرار عشان البصل واللحمه ما يتحرقوش من تحت. عايزاهم كلهم يبقى لون واحد، والبصل كده يبقى لونه ذهبي وفاتح ما يبقاش غامق. واول ما نوصل للون اللي احنا عايزينه هروح نازلين عليهم بصلصه الطماطم بتاعتنا. طبعا انا عندي صلصه متفرزه فهحطها زي ما هي. لو انت ما عندكيش، طبعا حسب كميه الباميه، كيلو الباميه بياخد كيلو طماطم. تضربيه في الخلاط وتصفيه وتحطيه على الطماطم. وهنسيبها كده مع بعض يتسبكوا كلهم مع بعض على نار هاديه. اغطيها كده واسيبها شويه. صلصة الطماطم غليت مع اللحمة زي ما انتوا شايفينها، بقى لونها حلو قوي. ممكن اللي يحب يحط صلصة الطماطم الجاهزة يحط معلقة، بس انا بحب اعمل بالطماطم اللي معمولة في البيت، ما بحبش احط الطماطم اللي بره. ولونها بص بقى حلو جدا. هحط بقى معاه شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بهارات سبعة، بس كده مش اكتر. وهديها تقليبة واسيبهم برضو ياخدوا غلوة مع بعض. وهحط دلوقتي بقى الباميه. طبعا الباميه انا كنت عاملاها بقى ومفرزاها في الفريزر، لسه مفرزاها، دي بتاعت السنه دي. كنت عاملاها ساعه العيد وطلعتها زي ما هي متلجه كده، واحطها فوق الصلصه وهغطي عليها اسيبها لغايه ما التلج يفك منها براحته. بعد ما سبتها 5 دقايق وفكت كده زي ما انتوا شايفين، هديها تقليبه مع الصلصه. وبعد كده هنزل عليها بقى بميه سخنه. طبعا احنا مش محتاجين هنا شوربه لان احنا عاملين اللحمه. فانا انت برضو لو عايزه تزودي وتحطي شوربه عادي، مفيش شوربه حطي ميه سخنه. زي ما انت شايفه كده نغطي كده الباميه بالميه السخنه. ممكن لو عايزه تحطي مكعب مرقه ممكن تحطي. وهحط بقى عليها نص معلقه توم مفروم ني. التوم المفروم الني ده بيخلي طعمها تحفه. وهحط كمان فلفل احمر حراق مفروم، بتبقى طعمها بقى تحفه، تبقى سبايسي كده وطعمها جميل جدا. بحب احط الفلفل الاحمر والثوم، بيبقوا نيين كده مع الباميه، بيخلي طعمها وريحتها حلوه جدا. وهديهم تقليبه واغطيهم واسيبها بقى تستوي. الباميه بقى سبتها على نار تبقى هاديه كده واستوت 3/4 سوا، ما نسويهاش سوا كامل. انت لو مش هتحطيها في طاجن في الفرن سويها سوا كامل، لكن انا سويتها 3/4 سوا علشان هحطها في طاجن وادخلها الفرن. وهنا بقى نظبط طبعا الملح بتاعنا، نحط لها ملح لو محتاجه ملح نحط لها. طبعا احنا قبل كده حط لها ملح وحط لها فلفل اسود وحط لها بهارات سبعه. انا لقيتها محتاجه شويه ملح، هحط عليها شويه ملح. وهجيب بقى صينيه واحط فيها الطاجن بتاعي. ويا ريت الطاجن لو نسخنه في الفرن قبل ما نحط الباميه،
يبقى احسن. وهنزل بقى بالباميه بتاعتي اللي انا مسوياها 3/4 سوا. احط بقى من فوق كده قرن فلفل بقى بارد او سبايسي براحتك. طبعا انا ولادي ما بيحبوش الباميه عليها ليمون، ما بنعصرش عليها ليمون خالص، ما بيحبوهاش، فهحط من فوقيها كده شريحتين ليمون بس، واحط قرن الفلفل، وهروح مدخلاها الفرن تكمل سواها وتاخد بقى من طعم الطاجن، وبيبقى طعمها تحفه. طاجن الباميه طلع من الفرن، الله على الجمال، الله على الريحه، الريحه بتاعته تحفه، وشايفين شكله حلو جدا وهو عمال بقى يبقبق كده، الله على الجمال، واخد بقى من طعم الفخار تحفه، بيخلي طعم الطاجن طعمه حلو جدا. الباميه كان خفيفه وطعمها حلوه جدا، الصلصه بتاعتها خفيفه مش تقيله، الجو حر يا جماعه ما نزودش في الصلصه، ويا ريت ما تحطوش الصلصه الجاهزه، حطوا صلصه طماطم طبيعيه بتخلي الاكل احلى وخفيف شويه. شايفين لون الباميه، اللون بتاعها حلو جدا، ولا اللحمه، اللحمه بقى مستويه وحلوه جدا جدا، زي ما قلت لكم انا كنت مقطعاها قطع صغيره ورفيعه شويه عشان تستوي معايا، مستويه زي الزبده، وطعمها بقى حلو جدا جدا. طعم الباميه تحفه وخفيف زي ما قلت لكم، حلو جدا. اعملي الطاجن بقى ده لاولادك، لان لازم ياكلوا خضار على اقل مره في الاسبوع، لازم ياكلوا خضار، مش كله اكل بقى تكاوي وسهل كده، لا، اعملي لهم مره في الاسبوع خضار وهيعجبهم ان شاء الله. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.